معانا المستشاره تهاني الجبالي امبارح في البرنامج، وقالت انه يعني مفيش داعي للتعجل، لان العداله السريعه يعني زي ما تقول ايه، يعني لن تصل الى نتائج عليها علامات استفهام، يجب منح الفرصه للجهاز القضائي انه ياخد وقته. فده كان ردها لما لا سالتها لحظة السؤال واحدة، لا طبعا أنا يعني مخالف، حتى لا مش في الرأي ده، في جملة الآراء اللي بتقولها كلها في الفترة اللي فاتت. أنا العدالة محدش طالب بالعدالة السريعة خالص. احنا عايزين الروية والتأني والدقة والعدل والتدقيق، مفيش شك في هذا. مش حضرتك لسه قايل ان لسه ما طلعتش احكام لغايه دلوقتي؟ ما انا هقول لحضرتك اهو. لكن انا عندي ما قبل انتهاء العدالة في تحقيقات بينشر اخبارها. فمثلا 19 نوفمبر فات عليه شهر كامل، كان في وزير داخلية اسمه منصور العيسوي لم يستدعى ويسأل حتى الآن يا منصور بيه من الذي أمر بإطلاق النار في الشارع على المتظاهرين، سواء صائد العيون أو غيره. قول لي عدالة ناجزة، خدوا وقتكم بس اسألوا الناس، هاتوا أسماء مين اللي عمل. احنا صورنا الراجل صائد العيون ده بالكاميرات فجابوه. طب بقيت زملائه اللي كانوا بيشتغل، هو قاعد واقف لوحده ولا دي فرقة أو كتيبة أو سرية أو شيء بيشتغل؟ فين سؤال الباقين؟ فين الإعلان عن هذه التحقيقات؟ هو الراجل كان معانا هنا وقاعد مكان حضرتك من حوالي كده أسبوعين، وقال إن أنا كنت بدافع أنا ماليش دعوة، يطلع بريء، مبنى وزارة الداخلية، يطلع بريء، قال لك يطلع كانوا هيدمروا المبنى. ده مش موضوعي أنا، ده مش وقال موضوعي. لك مفيش حاجة اسمها قنص عيون، قال لك ده كلام في الإعلام، بس ده كلام مش أنا لا مش دقيق. أنا بتكلم عن، ولذلك الناس اللي الطلب طلب إيه؟ طلب في منتهى العقلانية، طلب بسيط. وعلى فكرة السلطة تستطيع أنها تنزع فتيل الأزمة بمنتهى البساطة جدا. لو أنها انتدبت قاضيا من القضاء المشهود لهم أنهم وقفوا ضد الطغيان بشدة في العصر اللي فات، وسمته طبقا للقانون موجود في القانون قاضي تحقيق في الجريمة الفلانية، زي أحداث محمد محمود أو أحداث مجلس الوزراء، هيهدأ الخاطر العام فورا. تمام. لكن أنا سايبها مع نيابة عامة. الناس لها رأي في هذه النيابة العامة الآن، لأن تحقيقاتها اللي راحت للقضاء تحقيقات معيبة. بس في قضاة تحقيق في أحداث محمد محمود بمعزل عن النيابة العامة على دلوقتي. كل حال أنا لم أتكلم عن الاستعجال سواء قضاة التحقيق دول أو غيرهم. إنما احنا أمام من 25 يناير حتى الآن. وأنا رجل قانون، أنا محامي. أنا التحقيقات المقدمة كأدلة أرى معيبة حتى في قضايا قتل وكان هناك ما يمكن أن يستكمل في هذه التحقيقات بوضوح جدا. فالتحقيقات معيبة ويشك أي إنسان يقرأ أنها معيبة عن قصد، لأنه الله طب ما جبتوش فلان ليه؟ فين الحاجة الفلانية؟ فلا يعني تمام. أنا على كل حال الآن أمام 20 يوم علينا لوجه الله وحفاظا على هذه البلد إن احنا نتجرع الصبر المر من أجل أن ال20 يوم يوجدوا ممثلين للشعب، وبعدين يتقال لهم بدل ما كنا بندور على مجلس استشاري يجي يقعد جنبنا نستشيره، تعالوا يا من تمثلون الشعب وتحت أمركم البلد، شوفوا إيه اللي توافقوا عليه.